فيلمنا بيبدأ بواحد مليونير اسمه شيان. بنشوفه في مؤتمر صحفي بيتكلم عن إنجازات شركته وفنادقه، ووقتها واحدة صحفية بتقاطع كلامه وبتقوله إن في إشاعات سمعتها بتسأله لو هو متجوز في السر ومخبي ابنه عن الإعلام. شيان بيرد عليها بعصبية وبيقول لها اعرفي حدودك، أنا ما بسمحلكيش إنك تقولي كلام زي ده، كلام مش حقيقي. وبعدها بيوضح إن هو فعلا عنده ولد، بس هو مش متجوز في السر ولا مخبي ابنه عن أي حد. في الوقت ده بنشوف دكتورة نفسية اسمها تشوي، وهي متخصصة في علاج الأطفال اللي عندهم صدمات وأمراض نفسية. بنعرف إنها شاطرة جدا في شغلها. وبنرجع تاني لشيان، بنشوفه مع ابنه اللي اسمه شاو، اللي بيبقى مكسر كل الأوراق اللي على مكتب أبوه، محدش قادر يسيطر عليه. وهنا بنعرف إن شاو عنده مرض نفسي مخليه مش بيتكلم، وده بيسبب له صدمات. وبنعرف كمان إن شيان طابع على كروت كلمات معينة علشان يقدر يتواصل مع ابنه ويعرف هو عايز إيه. شيان بيطلب من مساعده انه يروح يجيب الدكتور النفسي حالا، لكن المساعد بيفاجئه وبيقول له انه الدكتور قدم استقالته علشان مش قادر يتحمل شاو. فشيان بيضطر ياخد ابنه معاه الاجتماع. في نفس الوقت تشوي بتعرف من صاحبتها ان صديقها زي هو اللي هيكسب جايزة افضل بحث علمي، فبتتعصب جدا لانها هي اللي كاتبة 90% من البحث ده. فبتقرر تروح الفندق اللي هيتوزع فيه الجوائز علشان تنتقم منه. بعدها بنشوف شاو وهو بيجري في الفندق، وكل الموظفين بيجروا وراه وبيحاولوا يسيطروا عليه، لكن هو بيفقد اعصابه وبيبدأ يزعق وبيجري منهم. في اللحظة دي بتعدي تشوي فبتحضنه وبتهديه، بتسأله عن اسمه، فشاو بيطلع الكارت اللي عليه اسمه، فتشوي بتعرفه وبتديله لعبة وبتطلب منه يحتفظ بيها. بعد شوية بيجي مساعد شيان، فتشوي بتطلب منه يقول لأبو شاو ياخد باله منه. بعد كده تشوي بتبدأ تدور على زي اللي سرق بحثها، فبتشوف راجل فبتجري عليه وبتهجم عليه وبتفضل تضرب فيه. ولما النور بينور بتتفاجئ تشوي انه شيان مش زي، والصدمة الأكبر إن شيان كان فاتح لايف، ولما الناس شافته هو وتشوي قريبين من بعض افتكر إنه في علاقة بينهم. بعد كده بنشوف شيان وهو بيطلع على المسرح في حفل توزيع جوائز الأبحاث العلمية علشان ياخد الجايزة، لكنه بيفتكر كلام تشوي لما كانت بتضربه وبتقوله ليه سرقت البحث بتاعي، فبيغير رأيه وبيقول للحضور إن محدش هياخد الجايزة دي. تاني يوم شيان بيجيب ابنه لدكتورة نفسية جديدة، لكن المشكلة إن شاو مش بيعجب بيها وبيبكي وبيصرخ لحد ما بتيجي تشوي. هنا بنعرف إنها بتشتغل في المستشفى اللي جه شاو يتعالج فيها. بتقرب منه وبتعرف تهديه وبتاخده مكان علشان يلعبوا. لما شيان بيجي المستشفى وبيشوف تشوي مع ابنه بيتعصب عليها، لكن المفاجأة إن شاو اتعلق بيها وحبها، علشان كده شيان بيقرر يشغلها عنده، بس تشوي بترفض إنها تشتغل معاه علشان هو بيعاملها بطريقة وحشة وبتعتبرها إهانة ليها. بعد فترة قصيرة بيتعمل حفلة في المستشفى اللي بتشتغل فيها تشوي، فبتظهر بنت وبنعرف إنها بنت مدير المستشفى وخطيبة زي صديقة شوي اللي كان خطيبها هي كمان زمان. زي قدم بحث تشوي على إنه بتاعه، وهنا خطيبته بتفتح موضوع الإشاعات المنتشرة عن علاقة شيان وتشوي، بس شيان بيفاجئهم وبيقول لهم إن دي مش مجرد إشاعات، إحنا فعلا مرتبطين، والنهاردة هطلب من تشوي الجواز قدامكم. بيقرب منها شيان وبيقول لها إن الموضوع ده تمثيل بس، فتشوي بتوافق على التمثيلية علشان تنتقم من صديقها زي. بعد كده تشوي بتوقع الخاتم بتاعها في الحمام ومش بتعرف تجيبه، وموضوع جوازها بيوصل لأهلها، فتشوي بتحاول تشرح لهم إن ده تمثيل، لكن أهلها مش بيصدقوها. علشان كده والدتها بتعرض على شيان إنه يجي عندهم البيت علشان يتعرفوا عليه، وشيان فعلا بيجي عندهم وبيعرفوا منه إن شاو مش ابنه، ده ابن أخوه اللي مات في حادثة عربية، وبيفهمهم إن عيلته بس اللي عارفين الحقيقة دي، وكل الناس عارفين إن شاو ابنه. تشوي بتعجب باللي عمله شيان عشان ابن أخوه، وبعد فترة شيان بيجيله تليفون وبيعرف إن شاو عيان. لما بيروح يشوفوه شاو بيتكلم وبيقول لتشوي ماما. الكل بيتصدم من اللي حصل. بعد كده شيان بيقول لتشوي إننا لازم نتجوز عشان حالة شاو النفسية، بيعرفها إن دي أول مرة يتكلم فيها بعد 5 سنين، بس تشوي بترفض. تاني يوم تشوي بتشوف ولد بيضحك على شاو عشان مالوش فبتدخل وبتقول له أنا أمه. هنا صاحبتها في الشغل بيقولوا لها إنها بتستغل الولد ده عشان تتجوز أبوه المليونير، وران صاحبتها بتسمعهم وبتبدأ تدافع عنها وتتخانق معاهم، علشان كده بيطردوها من المستشفى. لكن شيان بيقدر يلاقي لران شغل في شركة عمه. بعد كده تشوي بتعيد التفكير في الموضوع وبتقرر تتجوز شيان،
لأنها بتشوف شاو متعلق بيها جدا، وبتقرر تكمل شغلها في المستشفى رغم إنها اتجوزت شيان. في يوم بيجي المستشفى ولد حالته النفسية وحشة بسبب مامته، فتشوي بتقترح على المدير إنهم يوروا مامته إزاي تتعامل معاه، وللأسف خطيبة زي بتسمع كلامها وبتروح لأم الولد وبتقول لها إن الدكتورة تشوي بتقول إنك مريضة نفسيا ومش بتعرفي تتعاملي مع ابنك. فالأم بتتعصب وبتروح لتشوي وبتزقها على السلم، وتشوي بتقع وبتفقد الوعي، وشيان بياخدها للدكتور. لما بيعرف إن زي هو الدكتور اللي هيعالجها بيرفض ده، بس بعد كده بيستسلم لأنه ملوش حل تاني. في الوقت ده أم الولد بتجمع الصحفيين وبتقول لهم إن الدكتورة تشوي ادعت إنها مريضة نفسيا عشان تبعد عنها ابنها، وبسبب ده تشوي ما بقتش قادرة تخرج من البيت. لكن شيان مش بيسكت وبيرفع عليها قضية، ولما تشوي بتعرف بتطلب منه يتنازل عن القضية وبتخرج وبتعيش حياتها بشكل طبيعي. بعد أيام بيجي ميعاد دخول شاو المدرسة. شيان بيفضل يراقبه طول الوقت من القهوة اللي قدام المدرسة، وفي نفس الوقت كان بيراقب تشوي علشان كانت مع صديقها لان. بعد ما بتعدي الأيام حياة شيان وتشوي بتبقى حلوة وهادية، لكن فجأة بتيجي عمة شيان اللي كانت بتكره تشوي جدا وبتقول له إن الاحتفال بالذكرى السنوية للمستشفى قرب ولازم تحضر وتجيب معاك تشوي. شيان بيقترح الفكرة على تشوي لكنها بترفض وبتقول له أنا اتجوزتك عشان أعتني بشاو مش عشان ألعب دور مراتك. هنا شيان بيقول لها اعملي اللي عايزاه، أنا مش هغصب عليكي. لما عمته بتعرف إن تشوي مش هتيجي الحفلة بتقول له البنت دي مش مناسبة ليك، لكن شيان بيرد عليها وبيقول لها أنا اللي اخترتها علشان تكون شريكة حياتي ومحدش له الحق يتدخل فينا. تشوي بتبقى سمعت كلامهم وبتفرح جدا إن شيان دافع عنها وبتقرر ترضيه وتروح معاه الحفلة. لما بيكونوا في الحفلة بتدخل بنت اسمها لان. عمة شيان كانت عازماها علشان تعرفها عليه وتتجوز رغم انها عارفة انه متجوز، ولما تشوي بتعرف كده بتتضايق جدا وباين انها بدأت تحبه. تاني يوم صاحبة تشوي بتعرف ان البنت اللي كانت في الحفلة بتشتغل في شركة شيان، فبتروح على طول وبتقول لتشوي، فبتتعصب تشوي وبتقرر تروح هي وشاو الشركة. بيتفقوا انهم يطردوا البنت لان من الشركة، ولما شيان بيشوف ابنه بيعمل حاجة في كوباية لان بيتعصب عليه، بس تشوي بتقول له آخر مرة تزعق لابني وبتاخده معاها البيت أهلها. فجأة والد تشوي بيفقد الوعي وبياخدوه المستشفى، فتشوي بتطلب من صاحبتها تاخد شاو لبيت شيان عند أبوه، ولما الولد بيوصل البيت بيكتب لأبوه إن والد تشوي عيان في المستشفى، فشيان بيروح على طول المستشفى عشان يطمن عليه. عمته كمان بتيجي المستشفى عشان تزوره وبتلاحظ إن شاو متعلق جدا بعيلة تشوي، فبتقرر تبحث عن عيلة تشوي وتعرف عنهم كل حاجة. بعد كده بنشوف لان بتيجي لشيان في المستشفى عشان لقت صعوبة في شغلها، ده بيعصب تشوي وبتقرر تروح الشغل عشان تساعد جوزها. لما بتوصل الشركة وبتدخل الأسانسير بتشوف راجل بيصور، فبتفتكر إنه بيصورها وبتتخانق معاه، بس بتكتشف لما بيخرجوا إن الراجل ده هو المستثمر اللي هيساعد شيان في شركته. بعد اللي حصل ده الراجل بيرفض يساعد شيان وبيعتبر ده إهانة ليه. تشوي بتتضايق جدا من اللي حصل بسببه لشيان وبتقول له خلاص انا هفسخ العقد اللي بينا عشان شاو بقى بيعرف يتكلم، وده بيصدم شيان جدا. وتاني يوم بتيجي تشوي عند شاو علشان تساعده يحفظ اغنية مطلوبة منه في المدرسة وبتسجلها له في مسجل علشان تبقى سهلة عليه، وقبل ما تمشي بتوقع تليفونها في بيت شيان وبتمشي. لما بيجي شيان بيلاقي تليفونها واقع وبيفتح المسجل وبيسمع التسجيل. في الوقت ده تشوي بتبقى بتدور على تليفونها في بيت اهلها وبتفتكر انها وقعته في بيت شيان. ولما شيان بيبقى بيسمع الاغنيه بيسمع كلام تشوي مع لين وهي بتبكي وبتقول له مش عايزه امشي واسيب شاو لوحده، فلان بيرد عليها وبيقول لها انا عارف انك بتحب شيان ومش عايزه تسيبيه. في اللحظه دي تشوي بتدخل على شيان وهو بيسمع التسجيل وبتحاول تاخد المسجل من ايده، لكن هو بيمنعها وبيحاول يعرف منها لو هي فعلا بتحبه ولا لا، بس تشوي بتفضل ساكته وبتاخد تليفونها وبتمشي. بعد ايام شيان بيروح لصديقه بينجو وبيقول له ان تشوي سابته عشان افتكرت انه مش بيحبها. هنا بينجو بيقول له الحل انك تعترف لها في الاحتفال اللي في المدرسه. فعلا في الاحتفال بيروح لها شيان وبيقول لها انا بحبك وعايزك في حياتي، بس تشوي بترفض وبتقول له ما اقدرش اكون معاك. لما شيان بيشوفها بتركب العربيه مع لين بيخاف لا يكون لين بيحبها، فبيلحقها بسرعه على بيت اهلها بيعتذر لها بحبه وبيطلب ايدها للجواز. تشوي بتفرح جدا وبترفض في الاول وبعد كده بتوافق وبيتجوزوا رسمي. شيان بيبدأ يعملها أحسن معاملة وبعدها بيطرد لان اللي كانت بتشتغل معاه في الشركة، ولما مامتها بتعرف بتقول لها لازم تنتقم منه، وبسبب ان مامتها بتفضل تضغط عليها لان بترجع تاخد المهدئات اللي كانت بتاخدها زمان، وده بيخليها تقرر تروح تتعالج عند دكتور علشان تبعد عن المهدئات. والمفاجأة ان الدكتور اللي راحت له هو لانج صديق تشوي.
بنرجع لشيان اللي كان قرر يعلم تشوي تلعب جولف علشان عمته ترجع تحبها. في يوم تشوي بتشوف عمة شيان مع السواق اللي كان السبب في موت أخو شيان، فبتفتكر إنه بيهددها وبتروح تضربه، بس الصدمة لما السواق بيقول لتشوي إن جوزك هو المسؤول عن حادثة موت أخوه. هنا عمته بتقرر تحكي لها كل حاجة وبتعرفها إن شيان هو اللي كان سايق العربية يوم الحادثة من 5 سنين، وتحديدا يوم عيد ميلاد ابن شاو. والصدمة إن تشوي كانت موجودة في الحادثة دي وسمعت صوت ولد صغير في العربية، راحت عنده وأنقذته، لكنها ما لاحظتش إن شيان كان هو كمان هناك، لكن هو شاف ظهرها وسمع صوتها، ومن يومها وهو بيدور عليها. وبنعرف إن شاو اتعلق بيها من يوم الحادثة عشان هي الوحيدة اللي حس معاها بالأمان وحنان الأم. عمته بتقول لها إن شيان بعد الحادثة فقد الذاكرة، وأنا كدبت عليه وفهمت إنه عمل الحادثة لما كان رايح يشوف مرات أخوه، وبتعرفها إنها بتدي فلوس للسواق عشان يختفي وما يلاقيش شيان، لأنه افتكر إن السواق هو اللي كان السبب في الحادثة اللي مات فيها أخوه. بتقول لها أنا مش بكرهك خالص، بس خايفة على شيان علشان بوجودك ممكن يفتكر الحادثة، ولو فعلا بتحبيهم يبقى الأحسن تبعدي عنهم. تاني يوم تشوي بتروح لشيان وبتقول له خلاص لازم نسيب بعض. شيان بيتصدم ومش بيفهم أي حاجة. بعد كده بنشوف هو وعمته بيتكلموا، فبيتصل بيها السواق وشيان بيشوفه وبيقدر يعرف مكانه وبيروح عنده وبيفضل يضرب فيه، لكن السواق مش بيسكت، بيعترف له بالحقيقة كلها. وهنا شيان بيتصدم وبيروح لعمته وبيقول لها أنا عرفت الحقيقة كلها، ويمكن ده السبب اللي خلى شاو عمره ما قال لي كلمة بابا، عشان كان حاسس إن السبب في موت أهله. تاني يوم شيان بيروح لتشوي وبيقول لها أنا موافق نسيب بعض، فتشوي بتتضايق وبتقرر تسافر ألمانيا عشان تشتغل هناك. بس قبل ما تسافر بتعرف إن شيان بيواجه مشاكل في شغله وإنه قدم استقالته من الإدارة، وبتعرف من عمته إنه عرف الحقيقة كلها، فبتقرر تأجل سفرها وتساعده. لما بتروح عنده بتلاحظ انه بيعاملها بطريقه رسميه وكان مركز بس على مشروعه الجديد، فبتحاول تقنعه يبعد عن الشغل الكام يوم دول ويرتاح، لكنه بيتعصب عليها وبيقول لها المشروع ده عندي اهم من راحتي. بعد كده لانج بيقابل شيان وبيقول له انا هطلب الجواز من تشوي وهسافر معاها المانيا وعايزك تبعد عنها خالص. تاني يوم لانج بيقرر يعترف لها بمشاعره، وقبل ما يكمل كلامه بيجي شيان وبيمسك ايدها وبياخدها معاه، وبنعرف ان شيان قرر ينسى الماضي ويبدأ صفحة جديدة معاها ومع شاو ويعوضه بحنان الاب اللي فقده بسببه. بعد كده شيان بيروح علشان يحضر اجتماع مهم، بس في راجل بيجي وبيخطف تشوي. لما شيان بيعرف بيروح بسرعة وبينقذها، لكن للأسف بيعملوا حادثة في الطريق وبيفقدوا الوعي. لما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في المستشفى، فتشوي بتقول له ان الرجاله اللي خطفوني هم نفسهم الشركه اللي بتنافس شركتك، واني قدرت اعرف انهم هم اللي بوظوا فرامل عربيه اخوك ومراته من 5 سنين. هنا شيان بيعرف انه مش هو السبب في موت اخوه ومراته. بعد كده بنعرف ان لان ما كانتش عايزه تتجوز شيان، وان مامتها هي اللي غصبت عليها تشتغل معاه وتغريه. لما لان مش بترضى تعمل كده وبتكمل دراستها، مامتها بتتعصب عليها وبتطردها من البيت، ولان مش بتلاقي مكان تروحه غير انها تروح عند لينج، وباين انهم بيبداوا يعجبوا ببعض. بعد ما مشروع شيان بينجح بيقرر يبعت تشوي باريس علشان تكمل بحثها، وبيتفقوا انهم لما ترجع يعملوا فرح كبير. بعد فترة تشوي بترجع وبيعملوا فرح حلو جدا، وبتكون حققت حلمها وبقت مصممة شاطرة، ولان كانت حاضرة في الفرح بتاعهم وبيعترف لها بحبه وبيرتبطوا هما كمان. وشاو كان فرحان جدا علشان بقى عنده أب وأم. في الآخر الكل عاش في سعادة وسلام، وخلص معاها فيلمنا. يا رب يكون عجبكم، اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان توصل لك كل ملخصاتنا الجديدة.